كابتن ميدو خرابات ولا ميزو خرابات كان طالع على قناة الاس اس سي السعودية، فطالع يطبل ويرقص بقى، عايز يرجع القديم تاني بعد ما كرشوه طردوه ورحلوه من السعودية اصلا. فقاعد في الاستديو فبيتكلموا عن كاس العالم للأندية والاتحاد والفرق اللي هتقابله. شوفوا ميدو قال ايه عن الاهلي. بصوا اهو ده البرنامج اللي كان فيه ميدو، اسمعوا ميدو قال ايه. هتكون مختلفه بالنسبه للدوري اللي هيكون منافس الاتحاد، ما فيها كلام. هم لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكه الاهلي المصري. هتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلاعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبره، بيقول له عن خبره. اللي جايه لازم يقروا قرآن ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم بيحلف بالعظيم، بيقولوا اللعيبه لازم يقروا قرآن اصل الاهلي عامل لهم سحر. بيقول لك عن تجربه، والله العظيم عن تجربه، هيتعرضوا لكميه اصابات وهيتعرضوا لمش عارف ايه. بص اسمع. فرقه بتروح للاهلي المصري، بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 اتنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه، الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والتاني كذا. خلوا بالكم، انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر من لاعب امام الاهلي المصري، محمد نور. خلوا بالكم والله. لعبت امام الاهلي المصري انت في كاس العالم. ايوه تصير المشاكل تتكلم. خلي بالك. شوف يعني انت لو تتكلم على الفتره هذه عناصريا الاهلي المصري كان افضل من الاتحاد، لكن دحين الفتره. بصوا يا جماعه، شفتوا الراجل رد عليه قال له ايه؟ قال له احنا لعبنا الاهلي المصري وكل المباريات اللي احنا لعبناها كسبناها، مع ان الاهلي المصري كان احسن والسكواد بتاعه اعلى. ماشي، انت يا عم ميدو رايح تقطع في الاهلي في السعوديه ليه؟ ما تتكلم في فريقك، قول لهم ان انا بشجع فريق موكوس بيطلع من دور المجموعات. بتجيب سيره الاهلي ليه؟ ده الاهلي رايح يلعب العالميه يا عم خرابات، الاهلي رايح يلعب في العالميه. انت بتجيب سيره الاهلي بتقول لهم يقروا قرآن وبتاع، الاهلي يعني بيكسب بالسحر؟ طب اسمعوا بقى عشان تعرفوا ان الناس دي منافقة. الفيديو ده لميدو مع سيف زاهر قدام حازم امام في الاستوديو. عالمي مثال اهو احمد حسام ميدو اهو اسمع. مساء الفل يا سيف وعندي. وبالنسبه لي انا قلت ان انا مش هتكلم في الوقت ده، لان نادي الزمالك بيمر بمرحله صعبه جدا، ومش الوقت ده اللي احنا نتكلم فيه. لكن انا بوجه رساله لمرتضى منصور، بقول له ان انت محدش علمك ان انت تحترم الناس، وانا هعلمك ازاي تحترم الناس. بصوا بكلم مرتضى ازاي. مرتضى منصور يا ميدو، يعني ان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي افضل. عايز تقول حاجه لحازم؟ يعني حازم كان لسه دلوقتي بيتكلم بيقول الحقيقه ميدو يعني من انظف وانقى الناس اللي اتعاملت معاه. انا بشكر حازم، بقول له معلش ما تزعلش، هي دي الحياه، وانا متاكد ان انت استفدت كتير من التجربه دي، وعمرك ما تندم على وجودك داخل نادي الزمالك تحت اي منصب. وباكد له مره تانية ان الغلط مش عندنا، احنا اشتغلنا واخلصنا واجتهدنا بشكل كبير جدا، لكن للاسف اشتغلنا مع راجل ما ينفعش اي بني ادم ينفع ان هو يشتغل معاه. ما ينفعش. مرتضى منصور لو جبت مورينيو يشتغل معاه عمره ما هينجح. الراجل ده كان بيتدخل في عملنا بشكل مباشر. مش هتكلم يعني كتير، لكن بعد 4 انتصارات مع اول تعادل الراجل ده وحازم امام موجود معاك جابنا وقعد معانا واتكلم وقال ما ينفعش تلعب فلان وينفعش معمول له سحر فلان. وحتى ماتش سموحه اللي احنا اتعادلنا فيه نزل علاء مقلب بين الشوطين، قال لنا اوعوا تنزلوا محمد ابراهيم. تدخل مباشر في عملنا، وده اثر بشكل كبير جدا. ده طبعا غير، انا مش هتكلم اقول كل حاجه دلوقتي، بس ده طبعا غير
ان هو كان بيقول لنا ان في لعيبه معمول لها اعمال ومعمول لها سحر وشعوذه، وطالبنا ان احنا ما نلعبهمش 3 أو 4 لاعبين بشكل مباشر، وحازم موجود قدامك يعني حتى لو هو مش عايز يتكلم. مرتضى منصور قال لنا ما تلعبوش ماسم مرسي لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش كهربا لانه معمول له عمل وسحر، قال لنا ما تلعبوش دويدار لانه معمول له عمل وسحر. وعايز اقول لك معلومه ثانيه سيف، والصور معايا وموجوده، ان نادي الزمالك السنه اللي فاتت كلها بالكامل اسمعوا دي، ان انا بقول كده على بيتي، كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. واحمد وامير مرتضى انا مش هتكلم عليهم دلوقتي، هتكلم عليهم في الوقت المناسب. كفايه كده يا جماعه. بصوا يا جماعه، كان معاهم شيخ رايح معاهم جاي معاهم في التدريب في الاتوبيس في اي حته، وبياخد 7000 جنيه في الماتش. بالتليفون مرتضى منصور يقول لهم ما تلعبوش فلان ده معمول له عمل، وما تلعبوش علان ده مش عارف مخطي على ايه، معديه عليه سحليه، وده مش عارف حاصل له ايه. ادي يا جماعه اللي كان بيحصل في نادي الزمالك. اللي ميدو طالع بره في السعوديه يقول لك انتوا هتقابلوا الاهلي المصري، فانتوا لازم تاخدوا بالكم وتقروا قران، وان شاء الله هيبقى عندكم اصابات كتيره ومش عارف ايه، لان هو اللي بيقابل الاهلي بيحصل له كده. احنا في 2020 2 لاعيبه من عندنا جالهم فيروس كورونا. يعني هو انت جالك كورونا للونش وطارق حامد، طب ما كان عندنا ديانج، ده ديانج قد 10 من لعيبه الزمالك عندك. ده ديانج كان يربط في رباط جزمته ال11 لعيب بتوعكم ويجري بيهم. فانت بطل يا ميدو خرابات انت، ولا يا ميزو خرابات، ها تضرب الكوبايه اللي انت بتضربها دي وتسكر، ها وتطلع تهرتل على الاهلي، عشان جماهير الاهلي مش هتسيبك، هتديك على وشك على طول. فانت لم نفسك كده عشان ايه؟ عشان هيسقفوا لك على وشك. ده بالنسبه لميزو خرابات. شكرا يا جماعه، وفضلا وليس امرا ندعمونا بلايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. سلام عليكم.